الرجل قال في أولها هكذا، أولها يعني هذه، هذا في النصف هنا، قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الآن إلى ماذا سيصل هو الرجل؟ هذه قالها في الأول، علما أن الله لما جعلها للمسلمين جعلها في آخر أمرهم في المدينة محادة والموالاة. هذا لما قال هذا وماذا وراء هذا؟ الآن أنا أنصح للمسلمين جميعا لكل سامع، لكل من له ولد، تنبه وتفقد بنيك. إذا ابنك صدق هذا الرجل يدعوه أن يتقرب إلى الله بالبراءة منك إن كنت على غير ما كان عليه هذا الرجل. فقال تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال في نفس السورة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فصلة الرحم أمر منفصل عن الولاية، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصل رحمه ولو كانوا كفارا، لكن بدون موالاة ومناصرة ومعاضدة على ما هم عليه من الكفر. وكذلك يجوز أن يدعوهم إلى بيته مثلا، ولكن مع ذلك ينبغي أن يحرص على عرض الإسلام عليهم ونصحهم وإرشادهم، لعل الله أن يهديهم بسببه.